طيب دكتور، خلينا ننتقل إلى محور التدريب والتأهيل وعدم وجود كوادر يمنية تمثل اليمن في مختلف المحافل القارية والدولية. ما الذي عملتموه في هذا الإطار، ولماذا لم نشاهد أسماء كبيرة تتواجد إلى جانب الدكتور حميد شيباني؟ شوف أخي، أنا جيت ولا في حد من سنة 60 أو 62 عندما انضمت اليمن للاتحاد الآسيوي، وأنا معنا كادر. ما تتهمونيش أنا بأني أول شيء مثلا خرجت كوادر، بالعكس أنا وهلت كوادر في الاتحاد الآسيوي في لجان. طبعا هم لازم يبدأوا صغار، شباب من ضمنهم مثلا بدر بران، محمد الخميسي، عبد الواسع المحامي، مصطفى السهلي، أول محاضر باليمن يعني مصطفى السهلي. والآن إن شاء الله بنودي لجنة مهمة في الاتحاد الآسيوي. عبد الله الثريا في المراقب في الاتحاد العربي. يعني كوادر أهلتها وفي إطار المحدود. نعم. الآن الاتحاد الآسيوي مفتوح، الاتحاد الدولي مفتوح، كل واحد يشوف في نفسه الكفاءة، بس مش يقفز ثاني. لا يمكن أنا أحترم واحد يشتي عمل رياضي ما اشتغلش في نادي. مش هو طويل انه بيحصل وظيفة، هو مش شغل، هذا العمل مش شغل. نعطوك 500 ولا 1000 دولار بس يعني بدل سفر، لكن بالسنة اجتماع ولو زاد اجتماعين. نعم. أنت لازم تشتغل في نادي، تشتغل في لجان اتحاد، وبعد كده تطلب تخرج برا تشتغل في. يعني أنا لو أعدد لك، أنا وسألت الناس الأولي كم اشتغلنا في لجان، من لجان كذا لجان كذا لجان كذا لجان وصلنا بعد نفكر في مجلس الإدارة، مش كده على طول. جميل. طيب دكتور، قبل فترة قريبة أعلنتم عن تأهيل أو طلب أنه من أراد أن يتقدم للمشاركة في لجان الاتحاد الآسيوي عليه أن يرسل إليكم CV وكل التفاصيل عنه. كم الذين تقدموا حتى هذه اللحظة، ومن منهم أنت ترى، أو كم العدد الذي تراه مناسب لأن ربما يستفاد منه في هذه اللجان؟ قدموا بحدود 9 أشخاص فقط. بينما المتحدثين كثر. خلي اللي نسمع كل يوم بالمواقع لكن 9 أشخاص اللي قدموا، وأنا أشوف 4 فقط منهم اللي ممكن 4 من الممكن. أنا رأيي الشخصي، لكن الموضوع مطروح عند رئيس الاتحاد لأنه بعضهم ما عندهمش لغة. كيف هل الموضوع يرتبط بنا نحن كاتحاد يمني أم لا؟ طبعا بالآخر؟ نحن بذل جهد، لكن بالأخير أنت معك 47 اتحاد في لجنة فيها 5 6 أشخاص، مش هي لك لليمن بس. أنت كيف تجيب كادر تفرضه؟ يجب أن يكون لديه مواصفات. أول شيء اللغة والكمبيوتر، شوف كيف، والاطلاع والمعرفة. يعني أنا أقول الحين تشتغل في لجنة كذا، أنا عارف إذا اللجنة كيف تشتغل، الشغل إيش كذا ولا بس كذا. فهمت؟ طيب هناك يا دكتور من يقول أنك أنت فقط يعني ظللت لهذه الفترة الطويلة تحتكر هذه المناصب وهذه المواقع، ولا تريد أن تؤهل أحد لكي تبقى أنت فقط. أنا أقول لك لا، أنا أهلت، ما كانش في حد. نعم، خلال الفترة الماضية أنه لا تريد أحد أن يتواجد لكي لا ينافس مثلا الدكتور حميد شيباني. كيف لهم 4 سنين الناس يشتغلوا في اللجان، والآن دورة ثانية بيدخلوا، بس ما كناش يعني ناس يشتغلوا بصمت. يعني مصطفى السهلي كملوا الآن، بدر البرام، محمد الخميسي، عبد الله الثريا، عبد الواسع، الآن في الاتحادين. يعني الناس تشتغل، ايش عملنا؟ من فين يجيب طيب بشر؟ هذا اللي قدموا. جميل. طيب دكتور، منتخباتنا الوطنية وهي المشكلة التي نعاني منها كثيرا، ما الذي تحتاجه بشكل عام حتى نصبح يعني إلى جانب الإخوة المتواجدين معنا في غرب آسيا؟ والله شوف، الكادر عندنا، المواهب عندنا، الشعب موجود عندنا، شعب حي، لكن ما في معنا دولة، ولا معنا سياسة رياضية، ولا معنا وزارة الشباب يعني عندها فكر رياضي، مش بس اتحاد كرة، بشكل عام خارطة رياضية يعني تشوف انه ممكن تدعم. وعندنا صندوق الناشئ، هذا هو صندوق ايش؟ النشء، انا اسميه الناشئ عفوا، هذا فلوسه بالمليارات ولا نشوف بالناشئ. تمام. نعم. وين راحت؟ كانوا زمان يقولون لنا يعملوا ملاعب، يعملوا مدري فين، كنا نشوف الاستاذ يجلس 25 سنة 20 سنة بعد عمر طويل، يعني لو كتب لك الله عمر تشوفه ما شفناش حاجة. ففي عندنا لخبطة كبيرة. لكن يعني إذا تحدثنا عن صندوق النشء والشباب اليوم، يعني هناك ملاعب يعني أنشئت في عدد من المحافظات يعني وفقا للإمكانات المتاحة. جيب لي ملعب قانوني واحد في اليمن. لا يوجد واحد. أنا الآن لو اشتي بكرة خلاص فتحوا المطارات، رفعوا الحظر، اشتي العب مباراة دولية، جيب لي ملعب واحد. ملعب المريسي مدمر. نعم. جيب لي ملعب واحد. لا يوجد. ما فيش. وبتصدق الحبيشي ملعب
تلعب ملبن بارد وباع ملعب واحد بس. هل بس فكرت وزارة الشباب والرياضة بهذا؟ هل عدت؟ يعني أنا بكرة لو رفعت وصلحت البلاد بجيب كل المنتخبات تلعب، فين يجيبهم يلعبوا؟ حشيش اللي عملناه في عدن انتهى عمره الافتراضي 10 سنوات انتهى، لا صيانة ولا شيء. فأخي بشوف يعني اليد الوحدة ما تصفق، في سياسة رياضية ما فيش، في فكر رياضي ما فيش، في مؤسسات رياضية تعنى بالرياضة ما فيش. تجي تشتري الاتحاد يحقق لك العالمية، اليد الوحدة ما تصفق.